إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما شفتوا في العنوان، فاش تسافروا لأول مرة أول شيء اللي خاصك يكون عندك هو جواز سفر. جواز سفر تكون يلا درتيه. إذا كي قلنا جواز سفر يكون ساري المفعول. تاني شيء أنه يكون عندك واحد شويه ديال الفلوس، ماشي فلوس بزاف، راه كاينين الناس عندهم شويه ديال الفلوس وكيسافروا تبارك الله، الله يسر لهم الامور. ثالث شيء اللي خاصك هو حجز ديال التذكره ديال السفر. وكاينين مواقع وتطبيقات اللي كيكون فيهم التذكره ديال الطيران كتكون رخيصه بثمن رخيص. مثلا كاين بالنسبه للناس اللي كيمشيو مثلا للوجهه ديال تركيا او بعض المناطق كيمشيو في بيغاسوس. وكاين عاوتاني داك سكاي سكانر حتى هو قلب فيه. واحسن حاجه غادي نعطيها لكم هي جوجل فلايت. وقلب ديما عن بعد هكا كتلقى واحد الفلايت كتكون رخيصه. وتقدر انت مثلا تقطع غير بواحد الثمن ديال 2000 3000 درهم. وملي تطلع مثلا الطياره غتلقى الناس اللي مثلا قطعوا في ذاك النهار او اللي في ذاك الاسبوع غتلقاهم مقطعين ب 5000 7000 درهم. فهمتوني يا الاخوان؟ اذا ديما الحجز ديال الطيران خاصو يكون على واحد المده كبيره. فهمتي؟ اذا كيف ما قلت لكم الاخوان، الحجز ديال التذكره ديال الطيران كيكون ديما عن بعد. شيء اخر ان في هذيك المده مثلا اللي كتحجز تقدر دير بزاف ديال الحوايج، انك تبدا توجد الاغراض ديالك اللي غادي دي معاك. مثلا الاوراق مثلا اللي غادي يلزموك، مثلا داك الحجز ديال الفندق. ماشي بالضروري انك تحجز فندق، يكون واحد الحجز وهمي غير كدي معاك ديك الورقه احتياطا في المطار اللي يطلبوها لك ولا كذا. الفلوس ضروري الاخوان خصكم تصرفوها، واحسن حاجه ديما صرفوا الاورو. مثلا الا كنتي غادي لواحد اي دوله اغلبيا خصك تكون ديما صرف الاورو من الاحسن باش تفادى المشاكل. وديما الصرف الا بغيتي تصرف مثلا الاورو حاولوا تجنبوا تمشي للمطار عاد تصرف. ديما قبل صرف مثلا في مكاتب الصرف اللي كيكونوا مثلا قراب ليكم باش هكا ما تضيعش. فهمتي؟ حيت مثلا الا مشيتي حتى للمطار وبغيتي تصرف غادي يقطعوا لك بزاف، وهكا انت اللي غادي تكون ضايع بطبيعه الحال. ثاني ملي تجمع الاغراض ديالك في الحقيبه ديالك خاصك ضروري تشوف مثلا في التذكره اللي حجزتي ديال الطيران شحال عطاوك ديال الباجاج. يعني حاول ما تفوتش واحد القدر اللي عاطيينك، حيت الا فتيه ومشيتي حتى للمطار غتولي مخلص داكشي بالدوبل. اذا من الاحسن الا كان عندك باجاج كتير حاول تشري الباجاج مع التذكره ديال الطيران. سينو حاول انك تعبر ديك لافاليز ديالك والحقيبه ديال الظهر ديالك تعبرهم قبل ما تمشي للمطار بطبيعه الحال. وشيء اخر مهم الاخوان اللي خصكم تعرفوا هو انك ملي تمشي للمطار حاول تمشي بواحد 3 أو 4 سوايع قبل. ولما لا كاع 5 أو 6 انت راك غادي للمطار اخويا. يعني انا بالنسبه لي انا نهار مشيت راه مشيت بواحد 6 ولا 7 سوايع قبل. ما عنديش مشكل، يعني نشد قهيوه مع راسي، مشيت تمايا توضيت صليت دوزت وقت زوين في المطار، استمتعت مع راسي. يعني ماشي بقيت كنتسنى ومرعود وخايف، بالعكس دوزت احسن وقت وفهمتي واخد كامل الراحه ديالي في المطار. يعني هادشي اللي بغي نوصي لكم الاخوان، حاول ديما تحيد منك داك الستريس ديك الخلعه. فهمتي؟ وكيفاش تحيدهم؟ ضروري الاخوان خاص الانسان يحاول يصلي. فهمتي؟ واخا ما تكونش كتصلي حاول بدا. فهمتي؟ المهم هو تبدا ضروري. سير اخي المطار مع راساتك، لبس ليا واحد اللبسه مانتكا زويون، فهمتي؟ نقيقيه ما مشبوهاش بطبيعه الحال. حيد عليا داكشي ديال التشرميل والسناسل وكذا وخطوطو، داكشي ما خدامش نهائيا. واخا تعرف تكون سامبل صافي ما كاينش اللي غيقول لك السلام عليكم. درتي الشبهات كانوا معاك الدراري بزاف غتسبب لراسك مشكل. وهذا شفتو انا في المطار طرا الدراري، يعني كانوا مجموعه جروب. وديما في المطار ما كيبغيوش داكشي ديال التجمعات، ما كيبغيوش. يعني من المطار رجعوهم في حالاتهم، ما يعقلوش هذاك. الا مشاو تاخذوا واحد القرار قانونيا، فهمتي، وتبتوا عليك مثلا واحد الادله بان مثلا شوف هذا بعدا قلبوا له واقيلا التليفون لقاوه من الديبار غادي كيدوي مع شي مهرب وكذا، وهذه صافي تبتوا عليه الحجه هو وهذوك اللي معاه كيمشيو في حالاتهم. باش نقول لكم الاخوان، اذا الانسان يحاول
الله يجازيكم بخير، يرد البال لراسو، واي حاجه فيها الشبهه او الشك يبعد منها. وكذلك ملي توصل لديك البلاد اللي اولا الوجهه اللي انت غادي ليها، حاول فهمتي واحد الابتسامه خفيفه، حيد عليك داك الستريس ديك الخلعه، نجاوب ديما على قد السؤال، واش انت جاي توريست او لا جاي دراسه او لا جاي عمل، او لا شوف شنو الغرض ديالك من ديك الزياره لديك الوجهه، سواء كنتي مثلا بتاشيره او بدون تاشيره، حيت بالنسبه للمغاربه راه كاينين دول اللي بدون تاشيره وكيبغيو مثلا يمشيو ليهم الشباب او الناس بصفه عامه، كيبغيو يمشيو ليهم باش مثلا يزوروا دوك المناطق، فهمتي، يستمتعوا بالجماليه والمنظر ديال ديك المناطق. وكذلك كاين اللي كيكون عنده مثلا غرض ديال دراسه، كيكون مثلا عنده غرض عمل الى غير ذلك. وهذه كيف ما قلت لكم الاخوان طرات معايا حتى انايا ملي وصلت لواحد البلد، ان هذيك الموظفه بدات كتعبر ليا الطونسيون، فهمتي، يعني كتخدم معايا بواحد الثقاله، وانا من الداخل عالم بيا غير الله سبحانه وتعالى، بغات طبع ليا باش نخرج، فهمتي، ولكن ما كنبينش. واحد اللحظه كتكاحز الباسبور جيتي باش تشوف الرده ديال الفعل ديالي، واش غنبغي نتماطى عليه ولا كذا، بقيت واقف يعني الا ما مديتيش لي الباسبور حتى لعندي البلاصه فين كاين انايا، زعما خرج الباسبور من داك الكيشيه ديالها، راه ما غاديش نخشي عندك انا يدي نبغي نجبد الباسبور، فهمتيني؟ فهمتوا الاخوان؟ بعض المرات راه كيديروا هاد المسائل هادو باش يعبروا لك غير الطونسيون ويشوفوك، فهمتي، يعني واش مستريسي، اذا لا شافوك مثلا ستريس وكذا كاين شي حاجه، فهمتي، تدخل لهم الشك كيف ما كنقول. اذا الاخوان ديما الانسان هاد المسائل هادو يرد لهم البال. وهكذا ملي كتوصل لذاك البلاد، الا كان مثلا داك البلاد المعاملات ديالو بالاورو راه مزيان، ما كانش المعامله مثلا عندهم واحد العمله محليه، ضروري غتصرف باش تركب مثلا حتى للمدينه او للعاصمه، تصرف مثلا واحد القدر مالي تما في المطار، ما عندك ما دير، فهمتي، يعني ضروري يخصك مثلا واحد القدر من المال خيخصك باش تركب مثلا في الترونسبور، باش تشري واحد لاكارت ديال ديك المنطقه. ومن الاحسن الاخوان انا كنصحكم انه تكون عندك كارت رومينغ باش ما تحنسرش نهائيا، فهمتوا؟ اذا الاخوان كنوصلوا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا واحد اللايك وسبسكرايب. وهادو كانوا بعض النصائح ديال كيفاش تحجزوا التذكره ديال الطيران ديالكم، ومعلومات حول السفر، معلومات مهمه. وما تنساوش اهم حاجه اللي كنركز عليها، بعدوا من التجمعات بعدوا منهم. هادشي اللي كنقول لكم، والله يسهل على الجميع. وبقاو مع هذا الفيديو هذا اللي درنا لكم في المطار، والسلام عليكم. Keeping all aisles and exits clear. يجب إبقاء حزام الأمان مربوطا طالما أن إشارة حزام الأمان. دابا راه باقي هذاك الفها هو الفاصل اخر عاوتاني علامه اخر ثاني، هما التروتينيتات في الطريقه فابور، ولكن خصك واحد لاكارت.